معايا شخصيا. نادي الزمالك خارج القصه، خارج الخناق اصلا، لانه نادي الزمالك ما كانش يلعب ماتش مع الاهلي والجماهير اتخانقت مع بعض. طيب لجنه الانديه حضرتك اللي يهبط يهبط واللي يصعد يصعد، انا نادي بطل يعني بالنسبه لي انا مفيش مشكله. انما الخناقه عندي انا شخصيا. ليه عندي شخصيا؟ لان احنا اتفقنا مع النادي الاهلي الكبير العريق المحترم ان مفيش حد يخش على صفقه حد عشان بنحترم بعض. ممكن بس حد يبطل شويه. في صفقه اسلام رشدي النادي الاهلي دخل، فكل النادي الاهلي فكر فيه انا خدته. كلام واضح. كل اللاعب النادي الاهلي فكر يجيبه واداه كشف الطبي، عمل عليه كشف الطبي بتاع كليه الطيران دي ولا الكليه الحربيه، انا خدته منه ليه؟ اولا لان انا محتاجه، وثانيا هو اللي بدا. لانك انت النهارده متفق معايا مفيش لا انا اخش على الصفقه عندك والعكس صحيح، وانت عارف ان اسلام رشدي قعد مع احمد سليمان وقعد مع احمد مرتضى واتفقوا، وعارف ان في استغنى من نادي منيا، استغنى رسمي لنادي الزمالك، وتخش في الصفقه. فانا خدت منك بقى خالد قمر ودودار ومعروف ورضا عزب وكل اللعيبه دي على فكره ناديهم والله عشان سيبكم من الكلام في جرايد. النادي خد حقوقه فلوسه واللاعب خد فلوسه خلاص. وانا بقول لشوقي غريب، يا شوقي غريب عيب انك تفتح معسكرك في لندن عشان الاخ احمد فتحي يدخل مندوبين للاخ محمود طاهر على لعيبه انا اتعاقدت معاها عشان ياخدوا منهم توقيع استغنى هم ماضيين عندي. بقول يا شوقي عيب، هتتحاسب حساب عسير، لان اسمه المنتخب القومي المصري، لا منتخب الاهلي ولا منتخب الزمالك، اسمه المنتخب القومي المصري. نرجع بقى لاعلاميين الزملكاويه. استاذ اسامه خليل صحفي زملكاوي اللي تعصره كده يطلع دمه ابيض، بيهاجمني عشان شغال في مكتب محمود طاهر وفي شركه بترول بتاعته. تخيلوا استاذ اسامه الزملكاوي اللي دماغنا وجعانه بقى لنا سنين من حب الزمالك، انا بتحداه بيشتغل في شركه بترول بتاع محمود طاهر خلاص. فبقى عنده المام اهم من النادي اللي هو بينتمي له. الاخ محمد شبانه اللي مقطع نفسه مره بدقن ومره من غير دقن، عامل بيان ضد نادي الزمالك خلاص علشان 4 صحفيين شتموا رئيس نادي الزمالك وشتموا نادي الزمالك. هو اللي ما يعرفوش ان المجلس النقابه امبارح اصدر شكر ليا ومجلس ادارتي وحولهم كلهم للتحقيق. شوقي حامد، محمد الزرقاني، وليد الحسيني، الاخ خالد العشري، ابراهيم المنيسي اللي كاتب في مجله الاهلي المحترمه نادي المبادئ والقيم ان انا كلب بعوي خلاص. انا اعرفه مين كلب بيعوي، وبقول للنادي الاهلي المحترم بجماهيره المحترمه ادي مجله نادي الاهلي اللي بتتكلم عن القيم والمبادئ. لما رئيس تحرير المجله يكتب على رئيس الزمالك كلب بيعوي، هو طبعا انا شخصيا هحاسبه واعرف احاسبه كويس، اعمل له عمليه تجميل في وشه عشان يرجع تاني العقد النفسيه اللي عنده دي يبقى انسان يعني كده سوي، وبعدين هنتحاسب. مجلس النقابه امبارح مشكورا حولهم كلهم للتحقيق. احنا بنشتغل بالورقه والقلم. حضرتك بتشتمني ولا بتنتقدني؟ حضرتك بتنتقدني انا تحت امرك، انا مش فوق النقد، لا انتقد كما تشاء. حضرتك هتشتمني، الدوله دي فيها قانون.